اليوم هواي اكو ناس من تقولهم شنو الحياة، يقول لك الحياة ملعب كبير واللي يفوز بيها اللي يعرف شلون يلعب. لا أخي لا، حياة مو ملعب، ولا اللي يفوز بيها اللي يعرف شلون يلعب. لا، غلط. الحياة بالنظرة اللي أنت تنظر لها. أكو ناس تنظر للحياة على أنه فرصة، فتغتنم الفرص كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب. فيعيش حياته دائما يغتنم الفرصة في أن يقترب من الله تعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنا خلقتهم لهدف. أكو واحد ينظر للحياة يقول لك الحياة مشوار وأريد أوصل بيه للهدف، هذا ينجح. صدقني، خل أقول لك فد كلمة: حياة تقدر تسميها رحلة، بلي رحلة تسافر بيها من نقطة معينة وتوصل بيها إلى نقطة معينة. يبدي سفرك من لحظة ولادتك، تبدي الرحلة، وبهاي الرحلة تشوف أشكال أرناق. هاي الرحلة تشوف الحرامي اللي يسطو على أموال الناس، وهاي الرحلة تشوف القاتل اللي يقتل الناس بدم بارد، وبهاي الرحلة تشوف اللي يصلي، وبهاي الرحلة تشوف اللي يؤتمن على الأموال والأنفس والأعراض، وتشوف الخاين الغدار. كل شيء تشوفه بهاي الرحلة. بس تدري شو أنصحك؟ أنصحك الزم طريقك، الزمه وأوصل للنقطة المحددة اللي مرسومت لك. بس تطلع من المسار بعد ما ترجع مرة ثانية أبد. صدقني، أتمنى تسمع نصيحتي، الزم الطريق، لا تروح لا يمنى لا يسار. بس تطلع من السكة ما ترجع، لأن أنت مثل القطار. أنت مثل القطار، إذا طلع من السكة من الصعوبة بعد يرجع، صعب كلش. بالنسبة للكافر الحياة عنده شنو؟ له ولعب. راح تقول لي يا كافر، أقول لك الكافر اللي ما يؤمن لا بالتعاليم الإلهية ولا يؤمن بالبروغرام الأخلاقي، هذا دائما ينظر للدنيا على أنه لعب. وبالنسبة للعاصي ينظر لها على أنه لعب وله. وبالنسبة للجاهل هم ينظر لها على أنه لعب وله. أما الإنسان العاقل والمنطقي يسأل نفسه هذا السؤال اللي هي جوهر بحث الليلة. أشوفك انشديت لي، أريدك على هذا المنوال تظل وياي لحد ما نكمل المحاضرة. فكرة بديعة الليلة، فكرة بديعة إذا تستنطلها يعني وتسمعها. السؤال اللي سأل نفسك: كيف أستثمر هذه الحياة؟ أنا أمام حياة، وهاي الحياة ما أريدها أبداً تروح من بين إيدي وكل شيء ما أعرف عنها. أنا عايش 50 ماكسيمال، إذا أريد أعيش 70 75، قول 80، قول فوق 80 بشوية، وراها خلص يجي الموت. شلون أقدر أستثمر هذه الحياة بطريقة ما تخليني أبداً أندم؟ أكو أحد علماء النفس اللي اسمه ألين أرسلان. هذا العالم كتاباته بديعة جدا في مجال علم النفس المعرفي. يقول كثير من عندنا ما يدرك أنه الحياة ثمينة جدا وقيمة جدا، وتشوفه يبذل هاي حياته لأناس ما يستاهلون أبدا أن يبذل حياته إلهم، وتشوفه يقضي حياته بمشاوير
ما تستحق منه أبدا أن يلتفت لها. أضرب لك مثال. شوف، راح أنصحك نصيحة إن أخذتها حياتك راح تتغير، وإن ما سمعتها وما أخذتها حياتك راح تبقى نفس. عالم النفس ألين أرسلن أو أرسلن يقول بالحياة عندنا زاويتين، طريقين. الطريق الأول أن تهتم فيما لا تمتلك قدرة على تغييره. واحد زعل عليك، تروح تتوسل كذا على مود يراضيك ويصالحك. واحد حاربك، انت عندك تجارة وحاربك يريد يكسرك، انت تروح تحاول تسترضيه وتسويه. هذا يقول هاي أن تتدخل فيما ليس لك يد في تغييره، لأن هذا مو بيدك. هو إذا يكرهك أو يحبك بيدك، مو بيدك، بيده، صح؟ هذا من جاي يريد يأذيك، هو بيده مو بيدك. من تجي يقول تهدر وقتك بهذا الجانب، أنت غلطت. ليش؟ لأن هدرت وقتك بشيء هو مو بيدك. يعني المقابل ما يريد يحكي وياي، شو اسوي له؟ شي خصه. المقابل هاي قناعته، هاي وجهة نظره، شو اسوي له؟ هاي شي خصه. من عمل صالحا علما فلنفسه ومن أساء عليما فعليها، مو صح؟ يقول الزاوية الثانية، الطريق الثاني، أن تستثمر قدراتك. الله، أن تستثمر وقتك في أمر أنت تقدر عليه. يعني أنا عندي محل وعندي تجارة أقدر أطورها، بدل ما أروح للتاجر اللي يريد يوقعني وأظل أرضي على مود يرضى ويعوفني بحالي. أنا أستثمر وقتي بتجارتي، أنميها زين وأفوز عليها وأنتصر عليها، بدل ما هذا ما يريد يحكي وياي وأني جاي أتوسل على مود يحكي وياي. أني أجي أستثمر وقتي في تنمية مواهبي وشخصيتي، اللي أخليه هو يندم بعدين يقول ليش تركته وقمت ما أحكي وياه، ويجي هو يريد يحكي وياي. وصلت الفكرة لو بعد ما وصلت؟ طريقين شبابنا ابني، طريقين. طريق اللي مو بيدك، هذا حرام تستثمر وقتك بيه. طريق اللي هو بيدك، مواهبك، قدراتك، مهاراتك، هاي كل هالأمور بيدك. أنت إذا خليت بالك يمها وخليت كل وقتك عدها وخليت كل طاقاتك بيها، راح تبدع، راح تصعد. يقول ألين أرسلن، هذا العالم، يقول لو استثمرت وقتك في بناء ما يخصك لنجحت ووصلت إلى أجمل استثمار في هذه الحياة. تشوف، هاي أكبر غلط أنت تسويه من ما تعرف قيمة الحياة. اليوم إذا تنتبه، كثير من عندنا العفو ما عنده إلمام بقيمة هذه الحياة، ما عنده إلمام بثمن هذه الحياة. لكن هاي الحياة في واقعها ثمينة جدا. هاي الحياة في واقعها من الممكن جدا أن تكون أنت فيها خير الناس في الدنيا والآخرة. راح تقول لي طيب يعني شنو اللي تريد تقول لي إياه؟ اللي أريد أقول لك إياه، أكو خطوات لو قدرت تسويها راح تقدر تغير حياتك بأجمعها. راح تقول لي شنو هذه الخطوات؟ ممكن أعرفها؟
خلي أشوف أقدر لها لو ما أقدر لها، وهل هي صعبة وهل هي سهلة، قبل لا